اعتراض مسيرات بالسعودية. قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت مسيرتين كانوا يحاولون يهاجمون مصفاة رأس تنورة، وصار حريق محدود بسبب سقوط الشظايا وبدون وقوع إصابات للمدنيين. واعتراض وتدمير 5 مسيرات كانت قريبة من قاعدة الأمير سلطان الجوية. الله يحفظ السعودية ودول الخليج والدول الإسلامية من كل شر. إيران تضرب مصفاة نفط في السعودية، والدفاعات السعودية تتصدى للمسيرات. أقدمكم أبو عودة، وبسم الله نبدأ. قبل أن نبدأ المقطع ضيفني يا أخي علشان توصلك الأخبار أول بأول. تم الإعلان بشكل رسمي من وزارة الدفاع أن تم استهداف مصفاة النفط في رأس تنورة، وأن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لها، واللي كانت طائرتين بدون طيار. هذا الأمر اللي أدى إلى سقوط شظايا هذه المسيرات، وأيضا أدى إلى حريق محدود تم السيطرة عليه ولله الحمد. في النهاية اللهم احفظ المملكة من كل شر وسوء. يا جماعة الخير لا أحد يصور، وانتبهوا من التصوير، تصويرك يخدم العدو، خليك واعي وذكي. دقيقة ما لاحظتم شيء؟ شايف الطيارة الغريبة اللي قدامك؟ تدري انه ما تملكها اي دولة عربية غير السعودية. هذه سلمك الله اسمها طيارة الاواكس، او طيارة الانذار المبكر لاي خطر يجي بسماء السعودية. تعتبر واحدة من اضخم واندر الطيارات العسكرية بالعالم كله، الغرض المراقبة والحروب الجوية. يجي فوقها صحن كبير عبارة عن رادار يدور 360 درجة. هالرادار يمسح ويراقب مساحة مئات الكيلومترات على النطاق الجوي، ويكشف لك اي هدف ويحدد وش نوعه، كان مدني ولا عسكري ولا عدو. يعني تخيل ان الاواكس هذه وهي تدور بسماء الرياض قادره انها ترصد خطر الشرقيه منا ولا القصيم منا. وما هو بشغلتها رصد وبس، لا، هي اللي تنسق الدفاع الجوي وتعطي الاوامر وتوجه المقاتلات ان صار اشتباك لا سمح الله. تحلق من 8 الى 12 ساعه تقريبا، وتمسح الاجواء امنيا، وغالبا ما هي بتطير الا بالتوترات الاقليميه او التهديدات وغيرها من الاسباب الثانيه. مرات تطير جنبها مقاتلات جويه، ومرات تطير بدونهم، وقادره انها تدخل معارك طويله ومعقده بالجو. تحسب ان السعوديه تملك واحده او ثنتين من هالطياره ذي، تملك 5 طيارات من هالنوع قادر انها تمسح لك من الشرق لين الغرب ومن الشمال لين الجنوب. وعدد الدول اللي يملكون هالنوع تحديدا من طياره الاواكس اللي هو E3 تراهم 5 دول بس: امريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان والسعوديه. السلام عليكم جميعا. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اليوم يعلن أن إيران رسميا قامت بمحاولة ضرب مصفاة تابعة لشركة أرامكو براس تنورة. الدولة تصدت لها وربي لك الحمد، ما في أي إصابات، ما في أي تعطل لخطوط الإنتاج، الأمور سليمة. قالت لك نعمل إغلاق جزئي لأن الحرب رقعتها قاعدة تتوسع. فهنا يجي على بالك سؤال، مو إيران اللي كانت تقول إحنا لن نضرب إلا قواعد عسكرية؟ يعني لما تضرب مصفاة نفط تابعة للمملكة العربية السعودية فيها قاعدة عسكرية مصفاة النفط. لما تضرب اليوم في قطر، وانت شايف قطر عندهم مخازن تغذية فيها بعد قواعد عسكرية، مخازن التغذية. لما تضرب مطارات في البحرين والكويت، برضو المطارات تصنف كأنها قواعد عسكرية. شوف الضحك، يعني السوشيال ميديا قاعدة تنشر إشاعات، وفي ناس تتبنى هذا الفكر، يقول لك صحيح هم داخلين حرب أكيد يبي يضرب قواعد عسكرية. الفرس واليهود وجهان لعملة واحدة، نظام بائس منتهي قاضين من عنده، يعني بدون نقاش، بدون النظام السياسي في هذه الدول نظام بائس. لكن أنا بالنسبة لي كأحمد أقول أول حاجة، أول شيء، اللهم احفظ بلادي وقادتي وولاة أمري وأهلي وناسي وأحبابي وأصحابي وكل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة. نقطة خلصنا منها. اليوم أسعار برميل النفط شهدت ارتفاعات قوية جدا، وقلت لك هذه الحرب ليس حرب ما بين أمريكا وإيران وإسرائيل أبدا، هذه حرب كبرى في الخليج العربي. إيران وغيرها يبون يجرون دول العرب، يبون يستفزون العرب، يبون يستفزون العالم عشان يدخلون بهذه الحرب وتكبر وتصير الخسائر الاقتصادية في العالم على الكل. تقول أبو جواد في كلام أدق، في كلام أدق. أرامكو مو بس أكبر شركة نفط في العالم، يعني أنا كسعودية بالنسبة لي أرامكو هي الثروة الحقيقية. أرامكو تساهم في الناتج المحلي 40%. تخيل ميزانية الدولة تريليون و200 مليون، تريليون و300 مليار، عفوا 400 مليار، يعني تريليون و400 مليار. 40% من هذه الميزانية ترى جايتك من أرامكو. أرامكو ثروة ثروة ثروة، الحفاظ عليها ثروة. أنا كمستثمر، أرامكو قبل كم شهر عند مناطق ال24 نقول بلاش سهم يعطيك عائد توزيع 5.5% بهذيك أنت إيش تبغى أكثر من كذا؟ يعني كم تبغى تاخذ السهم؟ هي أرامكو شركة توزيع في الأصل، ما هي شركة نمو. تدفقات نقدية قوية، شركة تعتمد على الاقتصاد العالمي يعتمد عليها، ما هي تملك النفط. يعني شوف من الآخر
يقولوا لك منظمة أوبك بلس صح لها دور، أمريكا كدولة منتجة في العالم لها دور، فنزويلا تملك احتياطي نفط في العالم لها دور. احنا نفهم هذا الكلام كله، احنا ما نقدر يعني نغطي أو نغفل هذه الحقائق الاقتصادية، بس برضو ما نقدر نغطي ونغفل أن أرامكو أكبر شركة طاقة في العالم. أرامكو يعني دائما أقول كلمة، الله يخلي أرامكو، الله يطول بعمرها. اليوم أرامكو ثاني جلسة على التوالي ترتفع، أمس مرتفعة 3.5%، اليوم مرتفعة 1.5%. ما أقدر أجزم، بس أقول لك ترى كلها أيام معدودة. أرامكو راح أشوفها هي ما بعد ما أقول أيام عشان أوقت، أقول لك ممكن أسابيع. أرامكو راح تشوفها بمناطق 28 28.5. ارتفاع أسعار برميل النفط لن تمر مرور الكرام على شركة أرامكو، هذه خالصين منها. أنا كمستثمر هذا أفضل وقت أستثمر فيه في سوق الأسهم. في الأزمات تصنع ثروات. تقول طيب أبو جواد، أرامكو إذا ارتفع هل معناته يرتفع القطاع الصحي؟ هل يرتفع القطاع؟ في ناس مستثمرة في الحبيب، في ناس مستثمرة في نادك، في ناس مستثمرة في الخزف، في ناس مستثمرة في سابك، في ناس مستثمرة في الراجحي. هل يرتفعون؟ شوف، أسواق المال لا تتحرك دفعة واحدة. اليوم الزخم والقوة موجودة في شركات الطاقة. بعد أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين تشوف الزخم يتحول إلى قطاع آخر، ممكن يكون القطاع البنكي. بعدها بأسبوعين بثلاثة تشوف الزخم يتحول إلى شركات قطاع التأمين. السوق يتحرك وفق موجات قطاعية، ما يتحرك كتلة واحدة إلا إذا الاقتصاد العالمي ممتاز، ما في أسعار فايدة، إلى النفط واصل فوق $95 للبرميل ولا $100، دي قصة ثانية مختلفة. احنا نتكلم في الوضع الراهن اليوم. أنا كمستثمر هذا كل اللي أحتاجه، أعرف أن عندي فرص اليوم استثمارية في السوق ما راح تتكرر. أحرم نفسي منها ليش؟ أرجع وأكرر. هي هذه أول حرب، أنت بعقلك هذه أول حرب، آخر حرب بتصير في العالم. أنت ما تستبعد ترى بعد 6 شهور، بعد سنة تسمع حرب جديدة، وبعدها ب6 شهور بعد سنة تسمع في حرب غيرها، ما راح توقف. كذلك الاستثمار رحلة ما توقف. كل قذيفة إن شاء الله روح إسرائيل. بيتنا بالغلط، أنا تعديل. إسرائيل. أمي بالغلط، إسرائيل. لا دخيل ربك، دخيل ربك، إلا أنت اطلع من اللعبة هذه كلها وروح سوق الخضرة، روح المجمعات، تفقد رعاياك، تفقد العالم، تفقد الأجهزة الإلكترونية، تفقد الأمور هذه، إلا أنت. فاطلع من اللعبة إلى الأبد، فك شرك، وما نبي نسمع عنك شيء، ولا نبي الأيام هذه، خصوصا الأيام هذه، ارحم والديك، وإحنا فاضين. إلا أنت يا مسلم تكفى. في وقت الحرب ووقت الخوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وكان يدعو الله سبحانه وتعالى، فالتزموا بهذا الدعاء. قولوا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يضام، رب إنا نستودعك بلادنا وأمننا فاصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وسائر بلاد المسلمين يا جبار. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. هذه الأدعية كان يدعيها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخوف وفي حال الحرب. الطمأنينة بين الناس، لا تنشرون الأشياء الكاذبة واستغفروا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يدعو الله سبحانه وتعالى صلوا ركعتين، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى الحافظ. بعض الجهلة من شعوب العالم الثالث يرددون الآن اسطوانة السعودية ما غير نشجب ونستنكر ونرفض، وإيران تقصف الخليج والسعودية غير قادرة على ضرب إيران. يا إلهي إن إيران قوية والسعودية ضعيفة. طبعا ما يردد الكلام هذا لو أحد درج أهبل. وقبل أرد عليك خليني أذكرك بشغلة. السعودية هذه اللي تقولها تراهم أحفاد الصحابة، أحفاد عمر وأبو بكر وعثمان وعلي، هم اللي فتفتوا تاج كسرى، وهم اللي أسقطوا أعظم إمبراطورية في وقتها، الإمبراطورية الفارسية. لذلك إذا جيت على المرجلة لا أحد ينافسنا عليه. شوف يا جماعة الخير، الأمور ما تدار إنه يعني الأمور الدول ترى يعني ما هي ببجي ولا هي بلعبة ولا هي إحنا في المملكة العربية السعودية، وبرد عليك رد عقلاني إن شاء الله أنك تفهمه، والخليج لدينا ما نخسره، لدينا ما نخسره. حكامنا استثمروا في شعوبهم، في أوطانهم، في البنية التحتية،
في حتى وصلنا إلى مصاف الدول العظمى. فعندنا بنية تحتية نخاف عليها، حكامنا لديهم أمانة في رقابهم اللي هو الشعب، عكس دولة فارس اللي أطول برج عندهم دورين، أجدد سيارة 1960، وأموالهم مع أنها دولة نفطية وغنية بالنفط إلا أن أموالهم ذهبت فين؟ دعم الميليشيات في الدول العربية. فلذلك يا جماعة الخير ما عندهم شيء يخسرونه. وبعطيك مثال إن شاء الله أنك تفهمه، وإن شاء الله أني أوصل لك الشيء اللي أبغى أوصلك إياه. أحيانا تكون أنت إنسان ما تترك حقك، واللي طالع فيك في الشارع تحط إصبعك في عينه، لكن عندما تتزوج يصبح لديك أبناء وبيت تمشي جنب الحيط، ما هو خوفا من اللي قدامك، ولكن خوفا على أبناء، على بيتك وعلى أبنائك وعلى أسرتك. فهذا اللي قاعد يصير الآن يا جماعة الخير. ليش أنا أرد عليه وأنا عارف أنه إيران آيلة للزوال، وإيران تنتظر والله العظيم رد من الخليج؟ ليه؟ لأن إيران تعرف أن الشعب قد ضبحان، وينتظرون أي رد من الخليج على إيران. عربستان، سعودي يردوا علينا، شوف كيف كارهيننا ويبغون يسوون فينا ويبغون يفعلون فينا، فيستعطفون شعبهم، فشعبهم يلتف حول قيادتهم. يا جماعة الخير الله ما وهبنا حكام أي كلام، إحنا ما وصلنا اللي وصلنا له لأن الله وهبنا ملوك وحكام يعني قدها وقدود، وعارفين كل خطوة يتخذونها. ترى والله العظيم لو أشروا لنا آل سعود ما نصبح إلا في طهران، ولكن ما هكذا تدار الأمور. هذا ما عنده شيء يخسره، هذا ما عنده شيء، يعني عادي. وش بيصير؟ عادي. أضف على ذلك أن في هناك صهاينة ينتظرون هذه اللحظة أنها تشب وتقبع. لا، أنا قد ما أقدر أني أبتعد، قد ما أقدر أني، لكن ما دون الحلق إلا اليدين. في لحظة يعرفون حكامنا متى يتدخلون ومتى ينهون فارس بشكل نهائي. فلذلك يا أخوان أنت اللي تقول من شعوب العالم الثالث، طبعا السعودية ندين واستنكر، لو ما دانت السعودية واستنكرت وشجبت لرجعت بلدك وما لقيت شيء تاكله. المعارضين في جميع دول العالم يخرجون لأن عندهم آراء مختلفة عن سياسة بلدهم الداخلية أو الخارجية، أو عندهم ملاحظات في أحد الملفات مثل الاقتصاد، العطالة، حقوق الإنسان، وتجدهم أكاديميين، دكاترة، متعلمين، شغلوا مناصب عليا في بلدهم، يطلع يتكلم في حدود هذا الملف اللي يفهم فيه ولا يتعداه، ولا يرضى أحد أن يسيء لبلده، ولا يرضى الضرر لبلده، ولا يرضى أن بلده تتأذى بأي شيء، لأن في النهاية بلده وفي النهاية هذول أهله. لكن أنا أعيدها وأكررها 1000 مرة، ما في خليجي معارض. اللي طلع من عندنا كلهم سرنبت، دشير، مخبل، ما فيهم أحد صاحي، ما فيهم أحد عنده ملف يقدر يتكلم فيه، ما فيهم أحد عنده أصلا قضية. يعني على سبيل المثال طالح ما أحد عرف إلا أنها رقاصة في ذاك النادي، لا يملك أي مؤهلات. طالع أول شيء غير مذهبه، خلاص يعتقد أن المذهب هذا كان في السعودية، لا لازم أغيره. غير، راح عند ياسر الخبيث وعامله معاملة زينبية وغير مذهبه. واليوم نراه يتشفى ويتمنى أن الصواريخ الإيرانية توصل إلى السعودية، ويتناسى أن أهله عندنا هنا، عق في أهله، عق في بلده. الثاني الداشر هذاك الخاسر يعني استغل نفوذه الوظيفي، خلاص قرب يومه طلع حط رجله وأشغلنا كاركترات مسيئة وصور. ما عنده قضية. طب أنت كنت تعمل في الدولة بمنصب عالي، يعني كنت ضابط، ما عنده شيء، لأن السعودية ماشية صح، ما تقدر تمسك عليها كذا. فالثالث أبوه عنده أفكار متطرفة، مسكناه قلنا عيب يا ولد ما يصير، هذه الأفكار تؤذي المسلمين، وطلع برا قال لا ليش تمسكون بابا؟ طلعوا بابا، خلوا يعطينا أفكاره وخلوا بابا يعثى في الأرض الفساد. ما في عندنا معارضين، ما في معارض أصلا يتمنى الأذى لبلده. يا رجل معارضين لو تقول كلمة يعني سيئة في حق بلده ممكن يقوم يخنق، إلا بلده خط أحمر يقول لك أنا عندي مشكلة في هذا الملف وأتمنى حله. لكن اللي عندنا سلنتح ما يدري هو ليش طالع، سكرجي ما يعرف شيء، وتلقاه يتكلم في الرياضة والاقتصاد والسياسة والعسكرية والاستراتيجية. طيب أنت وش دارس؟ ولا شيء. طيب أنت وش متعلم؟ ولا حاجة، بس كذا قدعنة. ويجي لك دائما بقال الله وقال رسوله، وهو في بلاد الكفر والانحطاط والمثلية والتعري والشذوذ، وسب الله وسب النبي في الشوارع. أنت لو تلاحظ الأهداف اللي ضربتها إيران بالخليج وكم طرقت من أعداد مهولة. أنا يوم شفتها أمس 170 مسيرة، كل هدف إيران استنزاف الدفاعات. هذا واحد هدف من هدفها. وهدف الثاني ما طرقت لهم شيء غير المسيرات والخردات، تبغى شيء ثمين يطلع.
طلعت الثمين. باقي أطلقت لهم أمس صاروخين فرد صوتية أفضخت قلوبهم وحددت أهدافها بإسرائيل بالذات. سوت شيء وشويات وانتم شفتوا الأخبار. اللي باقي بجعبة إيران ما طلع من صواريخ، ما طلعت للحين والله يا إخواني ما طلعت. هم 12 يوم إسرائيل تضرب إيران، هاك اليوم تبي تشوف وش عندها من تسليح ما عطاهم غير المسيرات والخردة. باقي الكويت تحذر مواطنيها، البحرين تحذر مواطنيها، قطر تحذر مواطنيها، الإمارات تحذر مواطنيها، عمان تحذر مواطنيها، العراق تحذر مواطنيها، الأردن، سوريا، فلسطين يحذروا مواطنيها، إلا بلد واحد قال لمواطنيها صوموا آمنين. السلام عليكم جميعا. إيران تبي تجر العالم إلى حرب عالمية كبرى داخل منطقة الشرق الأوسط. أنت متخيل أن إيران اليوم هاجمة على 5 دول عربية بعد ما هجمت عليها أمريكا وإسرائيل؟ يعني اليوم الكويت تم ضربها والمنامة تم ضربها، الكويت تم ضرب مطارات والمنامة ضرب مباني، الإمارات تم ضرب بجانب برج خليفة وجزيرة النخلة، القطر في كم عملية تراشق من الصواريخ. طلقت صاروخ واحد على الرياض وتصدت له وقالت لك بس احنا ما ندري كيف، احنا ما احنا شايفين، ما احنا منتبهين. اسمع ردة الفعل الإيرانية للهجوم على الدول العربية ترجمتها لغة واحدة، هي خبر واحد. أكيد الغارات اللي صارت الأمريكية الإسرائيلية اليوم هي السبب في ردة فعل إيران. باختصار معناتها الضربة الأمريكية أوجعت إيران، معناتها الضربة الأمريكية تسببت في مقتل ناس كبيرة من قيادة الصف الأول، ولا نستبعد أن نسمع بالأيام الجاية تم القضاء رسميا على المرشد الأعلى خامنئي في إيران. هنا تفهم أن إيران ما عاد عندها شيء تخسره. إيران اليوم مو بس ضربت الدول العربية، مو بس قاعدة تهدد العالم، إيران أغلقت مضيق هرمز، المضيق العالمي اللي يغذي أو يطلع صادرات نفطية 20% للعالم. باختصار هذا المضيق اللي تستخدمه السعودية والإمارات لتصدير النفط، هذا النفط كله يتوقف، معناته النفط أسعاره راح تنفجر فجأة. نشوف الآن كل العالم تتكلم بلغة واحدة. أسعار برميل النفط بالأيام الجاية والأسابيع القادمة توصل إلى $100 للبرميل الواحد. وهنا يجي سؤال، تتوقع النفط يوصل $100 تبقى أرامكو بسعر 25؟ شركة أرامكو تستناك على سعر 24، وإن كان في مخاطر، وإن كان في عدم تدفقات نقدية، وإن كان رقعة الحرب قد تتسع مستقبلا، هي عملية مخاطر. بس أنت تتكلم عن $100 ودولة مثل السعودية برؤية سمو سيدي ولي العهد. احنا من قال لك احنا بس نعتمد على مضيق هرمز؟ احنا عندنا خط كامل للتصدير من جهة ينبع، نطلع تقريبا 7 مليون برميل في اليوم الواحد. كذلك الامارات يقدر يطلعون عن طريق اظن خط الفجيرة تم الاعلان عنه بكمية 1.5 مليون. هنا الناس اللي ما جاي تفهم، السعودية تقدر تصدر والإمارات تقدر تصدر، بس هل معناته أن الأسواق المالية لهذه الدولتين راح تروح إلى قمم على طول راح ترتفع من أول جلسة تداول؟ لا لا لا. بس هذا يوضح لك أن السوق الآن قاعد يمتص الأخبار قدر ما يقدر. أنت اليوم في مناطق عمرك ما تتخيل أنك توصلها. لما أقول في مناطق، لما تتكلم عن $100 لبرميل النفط، معناتها تحسن في أرباح شركات، معناتها تحسن في أرباح أرامكو، تحسن في ميزانية الدولة، قلة العجز الحكومي، زيادة الإنفاق الحكومي، زيادة معدلات التوظيف. ارتفاع النفط خيره ما يعود بس على الدولة، يعود عليك أنت كمواطن كمقيم عايش في هذه الدولة. طبيعي أنت لازم تعي وتحسب للمستقبل. الحروب ما راح تتوقف. اليوم حرب مع إيران، بعد 2-3 حرب مع دولة ثالثة، بعد 2 مع حرب رابعة، ما راح تتوقف الحروب. هذا ما يمنعني أني أنا أستثمر في أسواق المال، لكن اختياري مهم جدا وبشرح لك. اليوم لاحظنا أن السعودية أعلنت ودول الخليج عندنا العربية أعلنت عن إيقاف حركة الطيران. قال لك من تجنب الاحتياط، لو تراشق صاروخي ممكن يمر صاروخ بالخطأ، عادي في الحروب تصير. فأنا عشان أقلل الضحايا والمخاطر أوقف حركة الطيران. تتوقع شركات الطيران شو يصير في أرباحها؟ تقل. شركات مناولات الشحن، احنا في السعودية عندنا شركات واجد من ضمنها الخدمات الأرضية، هذه واحدة من الشركات اللي أتوقع أنها تقل أرباحها. مو معناتها أن أنا أدخل السوق بعشوائية، مو معناتها أني أستثمر وبس، أنا لازم أعرف كيف أنتقي. لما أقول النفط يصعد مو معناتها كل شركة تستفيد، لازم أعرف القطاع البنكي جميل، أعرف أن أرامكو جميل، أعرف أن STC جميل، أعرف أن القطاع الصحي جميل، أعرف أن التأمين جميل، أعرف أن في قطاعات أتملك فيها لأن مكاسبها كبيرة. إيران لحد الحين قاعدين يطقون الخليج. إيران
انتم قاعدين تطقون الخليج. هذه اسرائيل، هاي اسرائيل صاروخ باليستي صاروخ باليستي كروزي صاروخي مسيرة. مني انتم ضايعين لوكيشني غلط. انت لوكيشني يضرب مني. ليش هني انتم هني وجهوا هني وجهوا اسرائيلي امحي اسرائيلي ما عندنا مشكلة. احنا ايش دخلنا؟ احنا انتم ايرانية قاعد تطقوا قطري كويتي سعودية اماراتي. ما يبي هني باليستي صاروخي اسرائيلي. ايران تقصف المملكة العربية السعودية، الدفاع الجوي السعودي يرد. مقدمكم ابو عودة وبسم الله نبدا. قبل لا نبدا المقطع لا تنسى انك تضيفنا عشان نقول لك الاخبار اول باول. تم الاعلان بشكل رسمي ان ايران قامت بقصف المملكة العربية السعودية وتحديدا منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وتم الاعلان بشكل رسمي ان المملكة العربية السعودية قامت بصد جميع الهجمات الايرانية. واصدرت الخارجية السعودية بيان شديد اللهجة تهدد فيه ايران بالرد، واللي اعربت فيه المملكة العربية السعودية في هذا البيان عن ادانتها لايران واستنكارها للهجوم السافر الجمان، خصوصا ان هذه الهجمات ما لها اي تبرير ولا لها اي اسباب، وان هذه الهجمات حصلت على الرغم من علم السلطات الايرانية ان المملكة العربية السعودية رفضت ان امريكا تستخدم اجواءها لقصف ايران. واكدت الخارجية ان المملكة العربية السعودية راح تتخذ كامل الاجراءات لحماية امنها واستقرارها بما في ذلك الرد على العدوان. هذا الشيء اللي جعل كثير من المحللين يقولون ان خيار الرد العسكري راح يكون موجود على الطاولة. دقيقة ما لاحظتم شيء؟ السلام عليكم، مساء الخير. في خضم هذه الأزمات وتصاعد الأوضاع بالشرق الأوسط، إيش المفروض الإنسان يسوي، خاصة اللي يشعر بخوف وهلع؟ أول أمر لازم تتذكر وتحط في بالك أن لن يحصل لك شيء لم يكتبه الله عليك أبدا. خوفك ما راح يحميك، قلقك ما راح يبعد الشر اللي مكتوب لك، وأيضا في نفس الوقت في أمن وأمان. اطمئن، الحمد لله دفاعات قوية في دول الخليج وغيرها، الأمور طيبة. تحصل أحداث، تحصل مشاكل، تسقط بعض الصواريخ، احمد الله، اطمئن. إلى متى الإنسان يكون خايف؟ إلى متى يكون رقيق؟ أي شيء يحصل يهز ثقته بالله. الله اللي يعيشك في أمان سنوات طويلة ورزقك المأكل والمشرب والمسكن والعيشة الطيبة. أول ما يحصل هزة خفيفة تفقد ثقتك فيه، لا خطأ. علم نفسك، علم أبنائك اللي يخافون. في بعض الأشخاص يرسلون لي يقول أبنائي يسمعون دوي انفجارات ويخافون، خاصة في دول الخليج المجاورة. علمهم، لازم يعرفون القوة. إذا شافوك خايف يخافون، إذا شافوك مطمئن ومبتسم والحمد لله ما عليكم لا تخافون، أمن من الله سبحانه وتعالى. الأحداث تحصل، لازم أصلا أنت تستوعب أنه في كل زمان يحصل. يعني قبل مدة حصلت أحداث غزو الكويت قبل تقريبا 35 سنة أو 36 سنة حصلت، وهذا عدت والناس عاشوا وتوظفوا وساعدوا، وكان وقتها خايفين وكل واحد يحس أن اليوم آخر يوم، وكل واحد يحس كأنه هو المستهدف، وعدت. هذه أزمات تحصل في العالم من خلق الله آدم عليه السلام. حصلت أحداث، حصلت مشاكل، حروب، غزوات، هذا أمر طبيعي. لا تستغرب تحس أنه لا شيء غريب، شيء شاذ، شيء مو طبيعي. لا، هذه سنة الحياة. تتغير تشكيلات العالم، مصادر القوى، دولة تقوى، دولة تضعف، دولة تهاجم، سبحان الله، دول تنهض من جديد. لا تخاف، لا تهلع، زيد ثقتك بالله سبحانه وتعالى، عيش حياتك طبيعي، اطمئن وطمئن الناس الخايفين حولك، زيد ثقتك بالله، اقترب من الله سبحانه وتعالى. ترى الأحداث هذه تخليك أكثر قرب من الله. حتى تذكر الناس اللي كانوا مبعدين، ترجعه تلقاه يقرأ قرآن أكثر، يعبد الله أكثر، خلاص يعرف أنه في أي وقت ممكن الإنسان يصير له مشكلة. وكذلك راح تعدي هذه المرحلة وراح تصير ذكرى وراح تقول أوه والله أني عشت في خوف وعشت في هلع وعشت في مشاكل. نفس في أشخاص ماتوا من الهلع أيام كورونا وحس أنه خلاص بيموت، واضطرابات ومشاكل قلق. قبل مدة أعلنوا أنه كورونا كانت مؤامرة، ما ندري عن حقيقة الأمر، وأن هذه كانت شركات أدوية تبي تسوي. والناس طيب اللي ماتت من الخوف واللي عاشت سنة تحت الرعب وحسوا أنه خلاص أنا بموت في أي لحظة، ما تعرف، قالوا أنه هذا فيروس انتشر وطبيعي، وأصلا من بعض الاحترازات ومنعوا الناس يأكلون مضادات حيوية، تفاقم الأمر. سواء كان صحيح أو لا، لازم تستوعب أحداث الحياة، لازم تقوي قلبك.
لازم تكون صابر، تعرف أي مرحلة تمر وراح تعدي. اطمئن، لا تخاف. الدول ما شاء الله، دول الخليج والسعودية دفعت مليارات للدفاعات الجوية وللأمور. أنت في أمان، في أبطال شغالين على الموضوع. هم ما يبونك تخاف وتنشر الخوف وتنشر في الجروبات هذا مات وهذا صار وهذا تفجر. لا لا لا، اطمئن. هذول ناس الله سخرهم ليكونون حماه لوطنك. اطمئن، طمئن بالك وعيش حياتك طبيعي واستمتع، ولا تهلع ولا تخاف. كل مصيبة بعدها فرج. وسبحان الله لما تمر مشاكل بعدين يرجع الأمان، تحس بقيمة الأمان. في نعم منسية اللي هي نعمة الأمان. في بعض الأشخاص عايشين بأمن وأمان وسنوات طويلة، تلقاه يزعل إذا ما عجبه أكل أو إذا ما أخذ ترقية أو إذا انقصه مبلغ. بس أول ما يشوف إنه في أحداث يقول يا زين الأمان، يا حلو، نبي الأمان بس ما نبي شيء. هذه تذكرك وتعيد تنظيم حتى ترتيب مشاعرك. اطمئن وخليك قريب من الله، طمئن قلبك وعيش حياتك طبيعي. لن تموت قبل يومك، لن يحصل لك شيء هو مو مكتوب عليك. وإذا كان لك يوم معين، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. يعني حتى في مقولة يقول لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، لأن هذا وقته. ذلك اطمئن خلاص. إذا الله ماد في عمرك وحاط لك عد شهور أو سنوات، إذا مد الله في عمرك راح تتذكر هذه الأحداث وتحكيها للي بعدك. ترى على فكرة الشخص الخايف والمطمئن ما راح يتغير من مصيرهم شيء. الشخص اللي عايش بهلع ما راح يتغير من مستقبله شيء ولا من مصيره ولا قدره. والشخص اللي عايش مطمئن أيضا ما راح يتغير شيء، بس الفرق النفسيات. هذا تلقاه سعيد ومطمئن ومشي حياته، وهذا تلقاه عايش باضطرابات وبخوف. يقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لا تصير من هذول الناس. هذول ترى طبقة الناس العادية، اللي أقصد عادية قليلين وعي. إذا أي شر يصير لي أنا جزوع كثير الخوف وهلوع، أخاف وجزوع فاقد الأمل بالله سبحانه وتعالى وأحس خلاص نهاية العالم. لا 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 لا، خلك من المطمئنين الواثقين بالله ويعرفون كل الأحداث هذه عند الله أقدارها، هو اللي يسيرها لحكمة أرادها لا نعلمها. لذلك اطمئن وطمئن الناس اللي حولك، والدنيا إن شاء الله بخير وأمان، ونحن عايشين على أقدار الله سبحانه وتعالى لا نستطيع تغييرها، فقط نرضى. ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والله يقول أنا عن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. اطمئن، زيد ثقتك بالله، والله راح ينزل السلام والسكينة على قلبك وراح يحميك. راح تتذكر كلامي هذا وتقولي والله فعلا عدت، ليش كنت خايف. أسأل الله الأمن والأمان على جميع أوطاننا يا رب، الإسلامية والعربية والعالم أجمع يا رب.